بص يا معلم، الفيديو ده مهم جدا لاي بزنس اونر او اي حد ستارت اب بزنس يعني. وكل الميديا بايرز اللي هيحصل دلوقتي ايه ان احنا هنتكلم عن كل المجالات اللي ممكن تعمل لها كامبين او ممكن تعمل لها ران ادز. فهنمسك فيلد يعني مثلا الناس اللي بتشتغل في الفاشن، انتوا لو عايزين تعملوا كامبين هتعملوا ايه؟ والناس اللي بتشتغل في الاكسسوارز والناس اللي بتشتغل في الكوزماتكس وهكذا. حتى ريل استيت اندستري نفسها يعني احنا هنشتغل فيها برضه وهنعمل لها فيديوز. فكل فيديو هينزل متوجه لفئة معينة من الناس علشان برضه ايه لو حد شغال في فيلد معين يبقى الموضوع يعني سهل ليه وما يدورش كتير. فاحنا كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنمسك فيلد وهنمسك من اول ان انت بيزنس جديد او هتعمل ستارت اب للبيزنس بتاعك. فهنبتدي فروم سكراتش، يعني ان احنا معانا بيزنس اد اكونت جديد ما اتعملش عليه اي كامبين قبل كده، وهنبتدي نعمل الكامبين وهنبتدي من الاستراكشر ان احنا نبتدي بس الاول نعمل مثلا زي الاويرنس او الترافيك بالنسبه للناس اللي عندها ويب سايت لغايه مرحله الريتارجتنج ومرحله الاناليسز، وازاي نعمل بريك داون ونقرا الانسايتس بتاعتنا. فاللي احنا هنبتدي بيه دلوقتي ان احنا هنبتدي بالكارير بتاع الفاشن في مثلا في سوق زي سوق الامارات. ففي الاول كده انا بفضل ان انت بما انك ستارت اب بزنس او هتبتدي تعمل ران كامبين لعميل جديد عندك، انا مش بفضل طبعا او انا مش من مدرسه ان احنا اشتغل على بيزنس اد اكونت بتاع حد تاني، لان البيزنس اد اكونت اصلا بيبقى عامل زي الطفل الصغير وانت بتبقى مدربه. فانا ما اضمنش الميديا باير اللي قبلي او ايا كان الماركتير اللي قبلي يعني بيبقى شغال التارجتنج بتاعه ازاي او شغال يعني الكواليتي بتاعت الاد اكونت عامله ازاي. فكل ده هيأثر على نتائج الكامبين بتاعتي. قبل ما انا اخرج من ان انا احل الامور دي يعني بتاخد معايا وقت، بتاخد معايا طبعا فلوس. وفي بعض العملاء ما بتبقاش فاهمة الموضوع أو عندها القدرة إن هي تستناه. فأنا بارشح يعني لو إحنا هنشتغل لونج تيرم مع عميل وعميل متفهم يعني وعارف يعني إيه الجوريزم، إن إحنا بنشغل بيزنس اد أكونت من أول وجديد وبنبتدي بقى معاه فروم سكراتش. بنكريت كامبين. الاوبجيكتيف بتاعنا هنا في الموضوع ده بما ان احنا عندنا ويب سايت ايا كان بقى اي كوميرس نوع ايه، وورد بريس، شوبيفاي، ايا كان ايه هو البلاتفورم يعني اللي هو شغال عليها. فاحنا بما ان هو ويب سايت فرقم واحد محدش بيخش اول كامبين بتعمله بتروح داخل عامل كامبين سيلز. سيلز لمين؟ انت بتحط هنا سيلز وبتبتدي بقى تحط طبعا كل الناس اللي انت عارفها. فبالتالي انت برضو لسه مش معلم الالجوريزم بتاعتك فين العميل الكواليفايد ليك، العميل اللي هو سهل اجيبه كواليفايد وبسعر قليل. فلازم لما نبتدي نعمل اول خطوة عند عميل جديد يعني او اول خطوه في بزنس اد اكونت جديد، لازم حاجه نعملها اسمها ترافيك، ان احنا نليد الترافيك بتاعنا من الفيسبوك لغايه الويب سايت عشان العملاء تخش من الفيسبوك لغايه الويب سايت بتاعنا. اول حاجه بنعمل كامبين ترافيك، فاحنا مثلا هنسميه تيستنج اودينس. احنا لغايه دلوقتي ده الكامبين. احنا مثلا ممكن نعمله ايه هاشتاج 1، هاشتاج 1 عشان نحدد ان ده اول كامبين عندنا. ان احنا بنعمل دلوقتي تيستنج للاودينس، لان اول ما انت بتعمل ترافيك هقول لكم كده بشكل سريع شويه ايه هي الاستراتيجي اللي احنا هنعملها، هشرحها بقى بعد كده بالتفصيل. احنا دلوقتي هنعمل كامبين ان احنا نليد الترافيك بتاعنا اليوزرز اللي موجودين على الفيسبوك من الفيسبوك لغايه الويب سايت، وبعد كده هنروح نعمل لهم تو كايند اوف كامبين اللي هم ايه بقى بعد كده. واحد الاثنين هيبقوا سيلز، يعني اني انا بدخل الاول الناس من الفيسبوك لغايه الويب سايت، وبعد كده بروح اعمل لهم اول كامبين ان انا ابتدي اتارجت الناس اللي اتفاعلت مع الويب سايت بتاعنا بالكامبين سيلز، الاوبجيكتيف بتاعها سيلز. وبرده كامبين تانية الاوبجيكتيف بتاعها سيلز هنعمل لهم ريتارجتنج. فكده ابقى انا برضو ايه جبت الناس اللي اشتغلت عليها في الكامبين بتاع الترافيك، اشتغلت على الناس اللي دخلت اتفاعلت وعجبها الويب سايت بتاعي وحطت حاجات جوه الويب سايت وفي السله وعملت فيفورت والحاجات دي، زي ما انت مثلا بتخش امازون وبتعمل الحاجات دي ان انت تبقى تشتريها بعدين. واشتغلت على العملاء اللي كانت عامله بيرشز مثلا او عامله او دخلت عمل براوزنج في الويب سايت بتاعي وهكذا يعني. فهو انت بتشتغل على حاجه تارجتنج وايه تارجتنج. وكامبين الترافيك ده انا عامه مش بقفله خالص، حتى لو انا السيلز عندي شغاله والبيرشز عندي شغاله ما بعملش يعني مش بوقف خالص كامبين السيلز، لان هو كامبين السيلز ده بيجيب لي عملاء جديده بشرط الحاجات اللي احنا هنعملها دلوقتي. فخلينا نركز دلوقتي في الكامبين بتاعت السيلز عشان فيها كام تركايه كده
مهمة جدًا بالنسبة لي. advantage campaign budget دي أنا باشغّلها طبعًا on لإن أنا هاعمل جوّه الcampaign ده يعني دي الstructure بتاعة الcampaign. بتبتدي من campaign وad set وads. فإحنا دلوقتي دي الstructure نفسها، فالcampaign name ده إحنا مخلّينه testing audience. الجزئية بتاعة الcampaign دي إحنا هنشتغل daily budget، نقول مثلًا هنصرف في اليوم 1500 جنيه. إحنا دلوقتي في مرحلة الtesting. في هنا بقى نقطة مهمة جدًا. دي يعني في ناس كتير بتختلط عليها الأمور في النقطة دي. أنا دلوقتي بما إن أنا حد جديد يعني أو لسه هنrun campaign جديدة، فإحنا دلوقتي ما نعرفش أنهي audience اللي شغالين عندنا كويس أو أنهي الجمهور اللي إحنا هنتارجته كويس. فبناءً عن إيه، مش هاروح أفتح ad set زي ده كده مثلًا وأروح رايح حاطط فيه كل الناس اللي أنا أعرفها. يعني أنا كده هاصرف فلوس كتير وأنا مش عارف مين في وسط الناس اللي أنا تارجتها دول كلّهم هم دول العميل المناسب ليّا. فاللي أنا هاعمله دلوقتي حاجة اسمها AB testing. أنا بافضّل الA/B testing عن إن في ناس ما بتعملش الخطوة دي. يعني أنا مثلًا لمّا باجي باقول له أنا هاعمل test أنا دلوقتي مش عارف، أنا هاعمل A/B test. فهو بيقول لي إيه، أنت عاوز تtest إيه، الcreative والّا الaudience؟ في الcreative والّا الaudience؟ اللي هو أنت مثلًا هتعمل test على شكل الdesigns بتاعتك أو الcreative اللي هو الحاجات اللي بتظهر للعملا. يعني أنت مثلًا عندك صورة، فيديو، صور مختلفة وهكذا، والّا الaudience؟ إحنا بما إننا إحنا شغالين from scratch فإحنا هنبتدي نعمل testing للaudience. فهو بيقول لي أنت الcampaign test ده أنت هتفضل مشغّله قد إيه؟ من 7 أيام لغاية شوف أنت عايز تحطّه كام يعني. بس أنا عامةً مش باقِل عن 3 أيام ومش باعدّي الأسبوع، إن أنا أفضل سايبه testing ويقرا لي هو النتايج ويقول لي. يعني إيه أصلًا campaign testing دي؟ القصة كلّها إن هو إيه، أنا باقول للفيسبوك هاعمل مثلًا ad set 2، 3 وواحد زي ده كده مثلًا يعني. هنقول ده مثلًا أبو W، وفي واحد تاني هاعمل له هنا مثلًا quick duplicate وهاقول له دبي. فأدي أبو ظبي وأدي دبي. أنا عايز أعرف أنهي audience بتوعي يعني أنهي يعني العملا بتاعتي بتيجي لي منين. فأنا عايز أقول له دلوقتي إيه، أنهي test أنا هاشتغل عليه. أوكي ماشي، هو دلوقتي فاهم إن ده ad set وده ad set، بس مش فاهم إني أنا محتار ما بينهم، أو مش فاهم إني أنا عايز أعمل testing ما بينهم. فأنا كده هاعملهم manual. هاحط هنا الtargeting بتاعي وهنا الtargeting بتاعي، ولمّا أخلّص هابقى أقعد أقرا النتايج manual. بس هو كده الفيسبوك هنا عندي ما فهمش النقطة دي. يعني هو ما فهمش أنا كل يعني لو دي طلعت الcampaign الناجحة عندي ودي طلعت مثلًا اللي مش كويسة، أنا في الآخر هاروح أعمل إيه، هاروح أعمل لها off. بس هو أنا برضه كده ما دخّلتش الفيسبوك في مرحلة الlearning phase معايا، أو إن هو يبقى فاهم إن دول الwinner audience بتوعي. الفرق يعني في ناس بتروح تعملها manual، إن هو يروح عامل quick duplicate ويقعد بقى يدبلر فيهم ويحط أيًا كان الaudience بتوعه ويعملها وفي الآخر manual. الحتة دي advantage جدًا. الفيسبوك هنا بيبقى فاهم إني أنا محتار ما بين حاجتين 3 أو أيًا كان عدد الaudience اللي أنا هاحطهم أو الtesting اللي أنا هاحطهم، وفي الآخر هو بيقعد يقرا النتايج وبييجي في الآخر يقول لي إيه، إن ده الcampaign الwinner عندك وبيقفل الباقي. فأنا باروح قافل الباقي ده مثلًا حتى لو أنا عملتها manual وباقول له دي الcampaign الwinner بتاعتي. فهو بيبقى فاهم بقى وبعد كده وبيروح يجيب لي العُملا اللي شبيهة للcampaign الwinner بناءً على الأرقام. ففي كذا metric أنا هنا ممكن أعمل فيه comparison ما بينهم يعني. فهو أنا مثلًا باختار إن أنا عاوز أعمل audience بما إننا إحنا برضه زي ما معلش بأكد الجزئية دي، إن إحنا لسه في مرحلة الaccount الجديد. فأنا هنا هنقول مثلًا minimum 3 أيام، وهنا إيه الmetric إن أنا عندي هنا cost per result والّا أيًا كان. يعني هو أنا في الآخر باختار مثلًا أي حاجة من دول. بس هو إيه، إحنا cost per result بما إن أنا عاوز أlead الناس الcampaign بتاعنا الobjective بتاعتها traffic. فأنا عاوز الناس تخرج من الفيسبوك تروح مثلًا للlanding page بتاعة الويب سايت. فأنا أوكي، أنا عاوز بقى أعرف كل يعني سعر كل واحد خرج من الفيسبوك دخل الويب سايت عندي بكام. فهو ده الmetric اللي أنا هاحدد عليه. يعني هو مثلًا لو أبو ظبي طلعت بجنيه ودبي طلعت بجنيه ونص، هو بالنسبة له أبو ظبي هي اللي نجحت لإن هي دي بجنيه فدي أرخص لي. فده كده بالنسبة له الcampaign الwinner. دي كده دي الtesting الصح اللي بتعلّم الalgorithm بتاعتك، اللي بتفهّم الalgorithm بتاعتك إن أنت تجيب عميل qualified بناءً على الmetrics اللي أنت شغّال عليها. فأنا بافضّل إن إحنا نعمل الtesting بالA/B test
مش مانوال كده زي ده. فاحنا هنروح نشيل دي ونعلم له عليها دي كده. بعد ما انا اخلص الكامبين دي هو هيقفل ويفتح اوتوماتيك دبليكيت من دي، يقول لي ده التستنج بتاعك، وهنشوفها برضه قدامنا واحنا شغالين. المهم احنا دلوقتي هنتست الاودينس 3 ايام والكوست بالريزلت مثلا. الجزئيه دي بقى هنجو هيد شويه فيها. هنروح بقى ايه لمرحله الادسيت. الادسيت انا دلوقتي عاوز الكونفرجن بتاعي فين، يعني انا عايز الكونفرجن لوكيشن بتاعي فين، يعني التحويل بتاعي عايزه يروح فين، يروح على الويب سايت. فانا بليد ترافيك من الفيسبوك للويب سايت. في حاجه بقى مهمه جدا، البرفورمانس جول دي برضه نقطه مهمه جدا جدا جدا، من ان انت في الاول تروح لعدد كبير جدا. احنا قلنا مثلا احنا عايزين في اول كامبين جول بتاعنا ان احنا نعمل حاجه اسمها ليد، ان احنا نعمل ليد للترافيك، ان احنا ناخد ناس من الفيسبوك لغايه الويب سايت بتاعنا. فانا عندي مثلا عاوز حاطط في البلان بتاعي ان انا او الاستراتيجي بتاعتي يعني ان انا اتارجت 100,000 واحد. ال100,000 واحد دول انا عايز اروح لهم في اسرع وقت، وعايز اعرف منهم مين مهتم بالبيزنس بتاعي ومين اللي مش مهتم بالبيزنس بتاعي. في حاجة هنا اسمها ايه maximize number of landing page view، يعني هو اهم حاجة عنده ان هو يرمي ناس، مش فارق بقى معاه يخشوا الويب سايت ده مثلا مرة 2 3 10. يعني ممكن يمسكني انا كيوزر مثلا لو انت متارجتني، الاعلان بتاعك يظهر لي ايه 3 4 5 مرات، فانا اظهر سوري، فانا اخش الويب سايت بتاعك مرتين 3 4 5 وهكذا بقى. فانا كل ما يشوفني دي اللي هي اسمها الامبرشن على فكره. يعني ده الفرق بين الريتش والامبرشن. الريتش ان هو يجي لي مره واحده، الامبرشن ان انا اشوف حاجتك كذا مره كذا مره كذا مره. فبناء عليه يعني انا دي ما بتبقاش نقطه مهمه عندي جدا في الاول، لاني انا مش ما بيبقاش مهم او ما بيبقاش ده الجول بتاعي ان انا ادخلك الويب سايت بتاعي كذا مره دلوقتي. لا، انا عايز اعلم الفيسبوك دلوقتي او الالجوريزم نفسها طبيعه العميل اللي بيشتري من عندي شكله عامل ازاي. فانا المهم عندي ان انا ادخل اكبر عدد جوه الويب سايت بتاعي، كل حد يخش مره، وانا بعد كده هذاكر اللي هي بناء مثلا على البيكسل او الاي بي اي نفسه، يعني اللي هو بناء عليه انا هذاكر الناس دي بتخش جوه بتعمل ايه جوه الويب سايت بتاعي. بتخش وتخرج، بتخش مثلا وتحط اد تو كارد، بتعمل حاجه في الفيفوريتس، بتعمل إيه وهكذا، بتعمل براوزنج، بتشوف منتجات كتير، بتربط المنتجات ببعضها، ايه طبيعه تعاملهم مع الويب سايت. فانا بفضل طبعا ماكسمايز ديلي يونيك ريتش، ان هو ده يونيك ريتش ان هو بيوصل مره واحده بس. كل واحد يعني هو ايه مهم عنده ان هو ايه، يعني مسك في، انت عندك مثلا يعني مثلا 500 الف واحد، هو هيمسك ال 500 الف واحد دول عاوز يدخلهم 500 الف مره، مش هيمسك 100 الف واحد منهم يدخله 500 الف مره. فهو ما بيحسبش عدد الناس اللي بتخش قد كام مره، لا هو بيحسب لك عدد الناس اللي بتخش مره واحده، بيروح يعني انا دخلت ما بيجيبليش الاعلان بتاعك تاني، وده دخل ما يجيبلوش الاعلان بتاعك تاني وهكذا. فانت كده بتضمن ان انت توصل. دي برضو التركية بتبقى مهمة جدا، وممكن تستخدمها بقى في استراتيجيز كتير جدا، وبتجيب لك خصوصا لو انت مثلا كنت بقالك فترة بتبيع والمبيعات عندك وقفت، ده بيبقى سببه يعني ان انت الامبرشن بتاعك عالي، اللي هي الفريكونسي، يعني ان الفريكونسي بتاعتك عالية عشان العملاء عمالة بتشوف الاعلانات بتاعتك كل شوية. فانت بما انك عايز تعمل سيكنج يعني لاودينس جداد، فانت بتروح ايه تختار الماكسمايز ديلي يونيك ريتش. فماكسمايز ديلي يونيك ريتش دي انا دي مهمة عندي جدا. فاوكي احنا دلوقتي حددناها، هو كده فهمته ان احنا هنروح للعميل مرة واحدة دي، لان احنا عايزين نتست. دايناميك كرياتيف دي ماشي اوكي، اعمل لها اون. البادجت احنا قلنا ديلي بادجت، فهيبقى ستارت مثلا يوم كذا وهي اند يوم كذا. فاحنا هنسيبه شغال على طول عشان نعمل تيستنج ليه يعني. وانا بحب اوقف الكامبين مانوال، مش بحب احط اند ديت للكامبين على طول لو شغاله. فانا على طول ببقى مشغل الستارت ديت، بقول له مثلا هتشتغل يوم كذا الساعه كذا، وهو بيفضل شغال بقى ايه وهكذا كل يوم. يعني مثلا بيشتغل من النهارده الساعه 12 بالليل لغايه بقى ايه ما انا اوقف. فهو هنا بيقول لي الاستيميتد اودينس سايز 35 مليون. احنا دلوقتي طبعا عايزين نرجع هنا ثانيه، هي فين؟ احنا هنا هنتارجت في الامارات ونشيل مصر. فهو دلوقتي هيعمل الكامبين دي في الامارات. فدلوقتي برضه احنا عايزين نعمل ايه، عايزين نعمل التارجتنج بتاعنا بقى.
احنا المينيمم ايج بتاعنا بما ان احنا مثلا في الفاشون، فاحنا هنسيبه المينيمم ايج من 18. كل اللغات ماشي اوكي، احنا ممكن نشغلها كل اللغات. هي الفكره بقى في الدول الخليج تحديدا يعني، انت بتحاول تبعد عن العماله اللي هم مثلا الفلبينيين والهنود والناس دي، لان دول طبعا بيبقى يعني طبيعه حياتهم او كده، يعني هم ما بيبقوش جايين يعملوا شوبينج والحاجات دي. فانت مهتم بالناس اللي هم كواليفايد بالنسبه لك، يعني اللي هم عندهم قدره شرائيه. فانت مثلا ممكن تحط مثلا الناس اللي بتتكلم عربي، بما ان احنا مثلا بنعمل تارجتنج للامارات. طبعا الموضوع نزل لمليون 800 بدل، يعني احنا لو شلناها، بص لو شلنا العربي كده هيبقوا 9 مليون دول اللي موجودين في الامارات. فبما ان احنا عايزين نتارجت مثلا الناس اللي فهنختار العربي. احنا بنحاول نضيق النطاق شوية على الناس اللي هم السكان الأصليين أو الناس الإماراتيين. فهم طبعا بقى إيه، يعني أنت برضه محتاج تقرا شوية عن اللغات اللي هم بيتكلموها أو أيا كان، يعني ادرس برضه السوق شوية. فأنت مثلا الإنجليش ماشي أكيد، ممكن فرنش مثلا، وهكذا. دلوقتي 9 مليون 400. المينيمم ايج هنخليه 18 زي ما هو، وهنروح برضه ان احنا ايه نحدد شويه في الاوديو سجشن شويه، ان احنا نحاول نضيق النطاق شويه عليهم. فاحنا دلوقتي هنيجي بقى هنا الايدج، احنا عايزين فاشن بقى، طبعا احنا عايزين نتارجت الناس اللي مهتميه باللبس وهكذا يعني. فنقول مثلا من سن 18، الناس اللي ممكن تبتدي تيجي تشتري لغايه مثلا سن 50. دي الفئة اللي هي العمرية اللي شغالة. فطبعا السكيل نفسه هيقل، يعني احنا وصلنا كان من 9400 بقى 8700، اللي هو ده الاستيميتد اودينس سايز. نرجع تاني، الجندر بقى دي لو انا بقى بتارجت، يعني لو انا بتارجت ستات بس او بتارجت رجاله بس، على حسب النوع البرودكت بتاعي يعني. فبما ان احنا برضو بنتكلم في الفاشن، فبنشتغل بس المنتجات بتاعتنا حريمي ورجالي، فهنسيبها. داتا التارجتنج دي بقى هي دي يعني اللعبه شويه، إن الناس مثلا اللي مهتمه بالفاشن. اوكي احنا دلوقتي فاشن اند اكسسوارز، الانترست ماشي، دول الاكسسوارز. بعد كده بقى بروح اقول له ايه مثلا، هو بيديني بقى حاجات ايه السجشن بتاعته، ان هو انا مثلا لما قلت له الفاشن والاكسسوارز الناس اللي مهتمه بيهم، فهو هيقعد بقى يقول لي ايه الناس اللي مهتمه ايه بالهاند باجز مثلا. اوكي ده مثلا من ضمن الحاجات الفاشن. الكلوزنج ماشي تمام، لبس، دول ده برضه ليه حاجات ليها علاقه بالفاشن. انا عاده يعني ببتدي احط اول اد سيت دي، مش بسيبها برود اودينس قوي يعني، بس بحط كل الحاجات. طبعا مش بقطع عن 5 6 يعني، 5 6 انترست او حاجات تخص الفيلد بتاعي يعني. مثلا الناس اللي مهتمة بالتيشيرتات وهكذا. الرقم هنا مش هيختلف عشان في حاجة اسمها هنا اودينس اوفرلاب، بس دي طبعا فيس 2 احنا هنتكلم عليها بعد كده. فانا هنا مثلا حطيت الثلاث حاجات دي، الناس اللي مهتمه بالثلاث حاجات دي اللي هم يعني متشابهين الثلاثه، يعني اللي مهتم هنا مهتم بالاثنين دول، فهم متشابهين، فالارقام دي مش هتختلف معاك قوي. في بقى حاجه اسمها نارو اودينس. نارو اودينس دي ان انا عاوز اضيق النطاق شويه. اضيق النطاق ازاي بقى؟ ان مش كل الناس اللي هنا بتشتري. في ناس هنا ما بتحبش مثلا الشوبينج من على الانترنت، في ناس هنا ما بتشتريش من الانترنت. فالمهم يعني انا عاوز اقول له ايه، ال 8 مليون 700 دول اختار لي بقى منهم كمان، اعمل فلتر كمان منهم الناس اللي بتعمل انجيج مع الشوبس، يعني الحاجات اللي هم المحلات والحاجات اللي هي بتبيع يعني ايا كان البرودكت. فانا كده عملت ايه حاجه اسمها ناي اودينس. فهو خد، كان هنا مش عارف كان 8 مليون 700 بقى 3 مليون، من ال 8 مليون 3 مليون من الناس دي بقى. فانا كده ايه ضيقت له النطاق شويه. فان اوكي الناس اللي بتحب مثلا من الحاجات دي كلها الشوبينج بقى 5 مليون 700. طبعا انا عايز اوصل للرقم ده، بما اني هو ده الاستراتيجي بتاعتنا اللي هو الكامبين في الاول، هنخليها كبيره شويه او عددها كبير شويه. يعني الاستيميتد اودينس سايز دي هنحاول نخليه في رينج مثلا من الاتنين لخمسة 6 مليون. ولان ان احنا ده هنسيبه شغال، يعني ممكن نسيبه مثلا شغال 3 4 شهور طول، لان ده هيعتبر البيز بتاعنا، ده اللي هيروح يدور لنا على عملاء جداد، ده اللي هيروح يجيب لنا عملاء جداد نشتغل عليها في التارجتنج. فعشان نمشي شويه في النقطه دي،
في حته انا بحاول احسن منها الكواليتي بتاعت العميل شويه، اللي هي البليسمنت. البليسمنت دي بقى ممكن تحط فيها حاجات كويسه جدا، اللي هو ايه، نعمل فيها ايديت. احنا بنحاول نحدد فئات معينة من الناس اللي عايشة بره، فأغلبية دول الخليج يعني والمصريين والحاجات دي عندهم الفكرة بتاعت الايفون او الموبايلات اللي هي سعرها عالي والحاجات دي. فانت ممكن هنا بقى برضو تحسن التارجتنج بتاعك شوية. دي حاجة ادفانتج برضو شوية بالديفايس اللي هم ماسكين الديفايس بتاعه. فانت مثلا فتلات ارباع دول الخليج بتبقى ماسكه الموبايلات اللي هم ايه الغاليين، الايفون والحاجات دي. فاحنا هنا بنتارجت الديفايسز نفسها، فاحنا هنقول له اول ديفايسز عادي، اوكي تمام. وهننزل تحت هنا شو مور اوبشن. شو مور اوبشن اهو بقى سبيسيفيك موبايل ديفايس او اوبريتنج سيستم، اللي هو عاوز ان انا هتارجت بموبايل نوع معين او اوبريتنج سيستم معين. فانا هنا بروح اقول له اديت، بقول له هنا عاوز ايه بقى، اندرويد ولا اي او اس. طب بما ان زي ما احنا قلنا كده دول الخليج يعني تلات ارباعها كلها اي او اس يعني، فا اوكي هننزل هنا تاني وهنروح بقى هنا ايه، انا بتارجت الناس انكلود ديفايسز اللي هم الناس اللي معاهم ايباد، ايفون، ايبودز. فانا هنا عايز احدد تليفونات معينة، الناس اللي ماسكة تليفونات معينة. فنقول مثلا من اول ايفون 13. فانا اقول مثلا هكتب هنا 13، فهو هيجيب لي ايه ايفون 13. فانا اقول له مثلا 13 تاني. هتارجت بقى اللي معاه 13. دي مهمه برضه ان انت لازم تبقى ملم شويه بالديفايس اللي انت يعني كام موديل يعني، عشان بس ما تعملش اكسكلود، لان انت الناس اللي انت هتحطهم هنا اهو هم دول اللي هيتارجتهم. فمن 13 وهكذا بقى 14. شوف بقى انت لغايه يعني رايح لغايه ديفايس كام يعني. في ممكن بقى تعمل اكسكلود ديفايس. اكسكلود ديفايس مثلا تقول له الايفون يا معلم، الايفون 11، ان انا مش عاوز الناس اللي ماسكه ايفون 11. الايفون اكس، الايفون مش عارف كام وهكذا. انت ممكن هنا ايه تقول له المينيمم، عشان برضو انت ده فلتر تاني لو مش هتكتب الحاجات دي. ممكن بس يعني اعمل سيرش شويه تشوف مثلا او اخر الايفون، سوري اخر الاوبريتنج سيستم بتاع ابل بينزل على ديفايس ايه يعني. مثلا مش عارف يقول لك 11 ولا 12 اللي هو الاوبريتنج سيستم الاي او اس 12، ده اخره مش عارف ايفون 13، ايفون 14. فانت مثلا ممكن تقول له ايه المينيمم بتاعي 12، والماكس سيبها بقى ايه نون مفتوحه كده ايه، هو بقى اللي اخر فيرجن بينزل. وهكذا هي مجموعه فلاتر انت بتحطها. بس طبعا احنا لما حطينا الفلتر يونيت، بما ان احنا ما حطيناهاش يعني بشكل منسق كويس يعني، فالارقام هنا ايه قلت جدا يعني. فانا هنرجع تاني او ممكن نسيبها هي مليون 200 في سنه. طبعا عاوز نكمل، خليني نكملهم. وهم دلوقتي كده انا حطيتهم، هم دلوقتي ايه طالعين مليون 700. يعني هو ده برضه مش احسن حاجه. احنا كنا عايزين نخلي برضه الموضوع يعني برود اودينس شويه. فاحنا ممكن طبعا احنا كده مختارين الناس اللي هي ماسكه ايه ايفون بس، او اللي شغاله من على الاوبريتنج سيستم اي او اس بس. ففي اتنين اوبشن بقى، ان احنا ممكن نحدد ان ده اودينس كده، وان انا لما اعمل اد سيت تانية اللي هو الاي بي تيستنج اللي احنا كنا عاملينها. دي الاي بي تيستنج اهي، اروح بقى اتارجت الناس اللي شغاله بسامسونج بس، اللي هي مثلا اندرويد بس سوري. فايا كان بقى ايه الديفايسز العاليه يعني، مش عارف بقى مش عارف يقولوا ايه سامسونج 25 و23 والحاجات دي. مش عندي خبره فيهم قوي يعني. فاحنا بقى نتارجت الديفايسز العاليه. فاحنا دلوقتي دول الاودينس بتوعنا. فاوكي تمام، احنا هنجويد بقى للستيج التانية اللي بعدها. عملنا التارجتنج، عملنا كل حاجه. احنا عايزين نعلي الرقم ده شويه، نخليه من 2 ل 5 مليون. فاحنا ممكن نكسكلود هنا الديفايس، وبعدين نبقى نظبطها بعدين، نخليها مثلا لكل التليفونات، ونتارجت دلوقتي بس ايه الاودينس، ونبقى نعمل لهم اكسكلود بعدين. فدلوقتي احنا هنا هنقول له نيكست. خلاص احنا حطينا التارجتنج بتاعنا وحطينا كل حاجه، واخترنا البرفورمانس جول بتاعنا ان هو يبقى ديلي يونيك ريتش. دي الكرييتيفز دلوقتي يعني، ان انا دي المرحله دي مهمه جدا جدا جدا. دي المرحله بتاعه الكرييتيف. فهنقول له مثلا دلوقتي ده التستنج بتاعنا، احنا هنحط جوه كل اد سيت من دول نقول مثلا 3 كرييتيف. فانا هنا لما بختار الكرييتيفز بتاعتي ايه اللي انا هعمل له تيستنج برضه في انه عشان اعرف اقرا النتائج كويس. فانا هنا بختار مثلا فيديو 1، فيديو 2، فيديو 3 وهكذا. لما بختار الكاروسيل دي بيبقى بختار مجموعة صور بيقعدوا يتقلبوا كده ورا بعض. لو كاروسيل بقى كاروسيل هيطلع لي هنا اهو select image.
تمام 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 تمام، واقول له ايه الصوره بيبقى موجود على محتاجه يبقى موجود عليها ايه، ان انا يعني يبقى موجود هنا كده ايه اللي هو الكول تو اكشن السي تي اي. والكول تو اكشن هو نفسه موجود بقى ايه الزرار ايه بقى اللي هيبقى موجود عليه، لو انت مثلا عاوز جيت كوتا دي، لو انت مثلا شايف هتشتري ايه جزمتين ثلاثه، فانت عايز تعمل بقى ايه عرض سعر، فهتقول له جيت كوتا، تقول له مثلا عايز اشتري اتنين تلاته، وهو يبقى الزرار اللي موجود قدامه هنا موجود مكتوب عليه جيت كود. برضه من ضمن الابديتس الجديده ان الفيسبوك عمل اللي هو السي تي اي ده نفسه، اللي هو كول تو اكشن. دي حاجه مهمه جدا، يعني ان انت لو محتار بين ايه تبقى كاتب على البوست مثلا العميل يشوف ايه، جيت مثلا كوتا، جيت كوتا، جيت داونلود، كونتاكت اس، بوك ناو، انت محتار بتكتب انهي زرار فيهم، فانت ممكن تحط بقى ايه اد انذر اوبشن، وهو الفيسبوك في الاخر بيقول لك الزرار المناسب ايه، يعني بما انك انت برضه داخل في مرحله التستنج. وهو بيروح للناس اللي بتدوس اكتر، يعني مثلا انا مثلا بيجي بشوف حاجات كتير مكتوب مثلا ابلاي ناو، بروح ادوس عليها فهيجي لي بالزرار اللي مكتوب عليه ابلاي ناو طبعا. بنختار طبعا الحاجات بتاعتنا كلها، وبنختار نشوف احنا عايزين نعمل ايه، وبنحدد الكلام ده كله، وبعد كده بندوس له ايه ببلش. بعد ما بعد ما بنعمل ببلش دي، هو لوحده اوتوماتيك بيروح فاتح لنا التستنج دي. هو طبعا هنا عشان في حاجات كتير انا لسه ما عملتهاش، فهو بيقول لي ايه كونفيرم الاي بي اي تيست بتاعي. فاكرين الاي بي تيست اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول الفيرجن؟ فانا اقول له كرييت بي، ده كان اللي احنا عملناه ده اللي هو ستيب A، واللي احنا داخلين عليه بقى ستيب B.